السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. قبل أي حاجة صلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، عشان اليوم ما بيكملش غير بالصلاة على النبي. إن شاء الله يا رب تزوروا سيدنا محمد ويكرمكم ويبعد عنكم المرض ويخلي لكم عيالكم. طبعا انا بشكر اي حد وقف جنبي في القناه، بشكر اي حد كتب لي كومنت حلو، بشكر اي حد اشترك عندي جديد. ربنا يخليكم ليا يا رب، ربنا يبعد عنكم المرض، ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم زي ما انتوا بتعملوا معايا الصح واقفين جنبي، ويستر عرض ولادكم يا رب وينجحهم ويجعلهم بر ليكم يا رب، ويجعل يا رب الجلال يفيدكم كتير ويطعمكم ما يحرمكم يا رب العالمين، يكرمكم بزار سيدنا محمد. كل اللي وقف جنبي، كل اللي بيسمع لي الفيديو، كل اللي بيسمع لي الاعلانات، ربنا يخليكم ليا يا رب. كتر الف خيركم، والله ما عارفه اقول لكم ايه على وقفتكم جنبي ودعمكم ليا. ربنا يجعلكم الغلبه على طول يا رب العالمين. وطبعا انا عاشمه في الله عز وجل، ثم انتوا بعد ربنا سبحانه وتعالى يا حبايبي، ان انتوا تقفوا جنبي وتشجعوني كده عشان الواحد ياكلها كده بالحلال. مفيش احسن من الحلال يا حبايب قلبي. ان شاء الله يا رب يبعد عنكم المرض ويخلي لكم عيالكم ويستركم ويخلي لكم ازواجكم يا رب ويهدي سركم ويبعد عنكم شياطين الانس والجن يا رب العالمين. ان شاء الله يا رب ينجح ثانويه عامه ويكرمهم يا رب يوم النتيجة ويجبر بخاطرهم يا رب، ويطلعوا مجبورين الخاطر من 2024 ل 2025، وينجح أختي يا رب في ثانوية عامة ويكرمها باللي نفسها فيه يا رب هي وكل يا رب ثانوية عامة. اللهم امين يا رب، عاجل وغير آجل يا رب العالمين. طبعا يا حبايب قلبي اللي وصل لحد ان يصلي على سيدنا محمد يا حبايبي. ويا رب يا رب ينصر اخواتنا الفلسطينيين واهل غزة واهل سوريا، ربنا ينصرهم يا رب على من يعاديهم، واهل السودان ربنا ينصرهم يا رب، ربنا ينصرهم ويبعد عنهم يا رب اي حاجة وحشة ويرفع عنهم البلاء يا رب. يا رب يا رب، عاجل وغير آجل. ربنا يا رب يرحم حماية يا رب، يرحمه ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويرحم ستي يا رب العالمين، ويرحم بنت عمي، ويرحم سيدي يا رب يا رب يا رب، ويرحم أمواتنا المسلمين كلهم يا رب العالمين. حبايبي واخواتي اللي مشرفيني ومنوريني في قناتي متابعيني، يا رب يبعد عنكم المرض زي ما انتوا بتعملوا معايا الصح. واللي وصل لحد ان يصلوا على النبي يا حبايبي، صلوا على اللي يشفع لنا يا حبايبي، صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، حبيبنا ورسولنا وشفيعنا يوم القيامه. كله هيقول نفسي نفسي نفسي، سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام هيقول امتي امتي امتي. ربنا يا رب يجعلنا من امه محمد يا رب، ربنا يبعد عنكم المرض، ربنا يخليكم يا رب ويرزقكم ويستركم وما يحوشكوش لحد يا رب العالمين. يا رب يا رب، ويدي يا رب كل مشتاق يا رب، ويكرمكم بالذرية الصالحة يا حبايب قلبي. خليكوا ليا يا رب على وقفتكوا جنبي. اللي وصل لحد ان يصلي على سيدنا محمد يا حبايبي ما ينساش يحط لي اللايك الحلو بتاعه. يا رب يبعد عنكم المرض، بالله عليكم تقفوا جنبي في القناة على قد ما ربنا يقدركم. والله ما عايزة منكم حاجة غير ان انتوا تقفوا جنبي في القناة وتدعموني في القناة. يا رب يستركوا دنيا واخرة، معلش عشان دي مصدر رزق ليا ولعيالي، ونفسي ربنا يكرمني كده ويوسع عليا. وانتوا عارفين طبعا معايا 3 بنات وبرضك محتاجين، والواحد يعني كل ما يكبر العيل كل ما يحتاج اكتر. وطبعا البنات يا حبايبي بتعوز حاجات كتير قوي، بتعوز حاجات كتير قوي. ان شاء الله يخليكم ليا، اقفوا جنبي معلش، اقفوا جنبي معلش. انا عارفه والله العظيم ان انا يعني ان انا بتجل عليكم، بس انا ماليش الا ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وثم انتوا بعد ربنا. ربنا ما يحرمني منكم يا رب، ويجعل يا رب الجلال فيكم كتير يا رب العالمين، ويجعلكم تدوا ما تاخدوش، ويبعد عنكم المرض ويبعد عنكم ولاد الحرام يا رب العالمين. تشاهدوا لي الاعلانات بالله عليكم،
بالله عليكم محد يتخطى الاعلان زي بعضه. وبالله عليكم اللايك بتاعكم الحلو الجميل عشان ربنا يكرمني قناة الشاف، ويا رب يا رب يا رب يكرمكم وينور نور عينيكم يا رب العالمين. عينيكم دي اللي بتشاهد لي الفيديوهات وبتشاهد لي الاعلانات، ان شاء الله يا رب تشوفوا بقى سيدنا محمد. ايديكم دي اللي بتحط لي اللايكات ان شاء الله يا رب تلمس الكعبة بتاعته بحق لا اله الا الله. بدعي لكم من كل قلبي يا حبايبي يا متابعيني والله. طبعا يا حبايب قلبي اللي وصل لحد ان يصلوا على النبي، يا حبايبي صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا يا حبايبي انا ايه زي ما انتم عارفين بشوي ذره، وطبعا جيت يا حبايبي من شوي الذره زي ما انتم. انا باجي بالليل والله الاكل ده انا عاملاه بالليل يا حبايب قلبي بصراحه يعني. طبعا وانا جايه ربنا رزقني يا حبايبي، كنت جايبه يا حبايبي 3 وراك بالصلاه على النبي. وطبعا خليت الراجل ايه بتاع اللي هو بتاع الفراخ، قلت له يا عم عايزه 3 وراك وعايزه ايه كل ورك ايه على حتتين. قال لي ماشي، يعني يقسم لي الورك على حتتين يا حبايبي. وطبعا يا حبايب قلبي انا معايا اطفال بردك عايزين يتغذوا وكده، وانا بردك هخش على ولاده فلازم بردك ايه لقمه تسند بردك يا حبايبي ايه عشان ما لا عيل يجع مني ولا حتى ايه بردك ايه يتعب مني يا حبايبي. اللي هو حتى لو الواحده تطبخ مثلا مرتين في الاسبوع إيه يعني بص كل 15 يوم مره، المهم يا حبايبي يبقى في بردك اكله تسند يا حبايبي ايه العيل يا حبايبي. وطبعا يا حبايبي ايه قلت بقى ايه وانا جايه رحت اشتريت يا حبايبي زي ما بقول لكم كده ربنا رزقني وكرمني. رحت يا حبايبي جايبه 3 وراك، خليته قطع الوركه على حتتين، وجبت وراك متوسط يا حبايبي بردك على الجد واللهم صل على سيدنا محمد. رحت جايبه ايه نص كيلو رز يا حبايبي، وجايبه اللهم صل على سيدنا محمد كيس ملوخيه يا حبايبي جاهز من ايه من السوبر ماركت. تمام عشان طبعا انجز في الاكل والكلام ده عشان خاطري كنت عامله الاكل ايه متاخر وكده. تمام ورحت طبعا يا حبايبي اشتريت ايه اللي انا يعني ايه الحاجات اللي محتاجاها طبعا. اشتريت نص كيلو بصل واشتريت نص كيلو طماطم وكده، يعني اشتريت يعني ايه شويه حاجات برضك ايه كنت محتاجاهم. صليت على النبي يا حبايبي واشتريت ربع كيلو ايه ربع كيلو توم بردك ما كانش عنده توم، واشتريت فلفل اسمر، واشتريت يا حبايبي بتاع دوت اللهم صل على سيدنا محمد كزبره بردك عشان تتحط طبعا ايه مع التومه وعشان تشي بقى الملوخيه. صليت على النبي يا حبايبي الوصل لحد هنا يصلي على سيدنا محمد يا حبايبي ويحط اللايك يا حبايبي وما بخلش عليا ان شاء الله يا رب تلمسوا الكعبه يا رب العالمين. وطبعا يا حبايب قلبي ايه جيت بقى زي ما انتوا شفتوا والله عايزه اقول لكم كنت واقفه بالعافيه والله ومش قادره اعمل حاجه اقسم بالله، بس اعمل ايه جيت على نفسي طبعا. ويعني انا والله بصوا بحب ان انا ايه اعمل كده الاكل لعيالي واكل عيالي، والله اكل البيت مفيش احسن منه. اي نعم ايوه هتكلفي وكل حاجه، بس بصراحه يعني كل حاجه تبقى نظيفه، بتبقى غاسله حاجتك، بتبقى منظفه في حاجتك فاهميني. برضك غير بره ما تعرفوش ايه اللي بيبقى جاري في الاكل ولا متعرفوش ايه اللي بيبقى حاصل في الاكل، الله اعلم، العلم عند الله يعني عز وجل. طبعا يا حبايب قلبي ايه قشرت يعني ايه الاول ايه غسلت الفراخ اللي انا جايباها الوراك غسله حلوه يا حبايبي وتمام التمام. ورحت يا حبايب قلبي ايه كنت عصره ليمون يا حبايبي وايه وملح، غسلتها بليمون وملح بس بصراحه ماشي. وبس ايه خليتها زي البفته البيضاء، ما رضيتش احط خل يا حبايبي لان الخل بيزفر ايه بيزفر يا حبايب قلبي ايه الفراخ وبيزفر يعني الحاجه. تمام مش زي الليمون احلى طبعا. وطبعا يا حبايبي ما كانش بصراحه عندي دقيق وكده، فانا ايه الموجود عندي رحت ايه عملته يعني حطيته صليته على النبي يا حبايبي اللي وصل لحد ان يصلي ايه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام شافعنا وحبيبنا رسول الله. وجيت طبعا يا حبايبي ايه قطعت بصلايه وطماطميه يا حبايبي وسبت ايه وسبته مستوي. وبعد كده قعدت بقى يا حبايبي اجهز. عملت بقى يا حبايبي الرز النص كيلو رز غسلته غسله حلوه ورز مصري يا حبايبي. بصراحه الرز المصري احلى من الرز المستورد. في ايه يا بنتي يا ام مريم بسم الله ما شاء الله يعني رز بلدي وبصوا ما شاء الله يعني فيها ريحه زمان كده تاكلوها بصوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني. انا بحب الرز اللي هي ايه البلدي يا حبايبي اللي هي المصري. طبعا يا حبايبي عملت حبايه وحبايه ما كانش عندي شعريه، فانا عملت حبايه وحبايه يعني رزه ورزه. صليتوا على النبي يا حبايبي وجيت يا حبايب قلب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
طبعا ايه رحت ايه بقى وهي الفراخ بتتسلق، رحت طبعا ايه محمر الرز عشان انجز وقتي. صليت على النبي، وطبعا ايه حطيت ايه زي ما انتوا شايفين، رحت مقشره التومه ودجيتها زي ما انتوا شفتوا كده. صليت على النبي يا حبايبي، ورحت بقى ايه حتى شوربه من الحله. الرز ما عملتش بيه الشوربه بصراحه. الصراحه يعني مش بنحب نعمل الرز بالشوربه بصراحه يعني. ابو مريم ما بيحبش الرز في شوربه. فانا طبعا ايه حطيت ميه ايه على الرز. ولكن الملوخية عادي بقى عملتها بالشوربة. صليتوا على النبي يا حبايبي. بس يا حبايبي، وطبعا زي ما انتوا شايفين خلصت الرز، وسايبه طبعا الوراك بتستوي. وزي ما انتوا شايفين عملت بردك الملوخية اهو زي ما انتوا شايفين. وطبعا يا حبايبي فضل ونعمة من عند ربنا طبعا يا حبايبي. يعني بصوا، الأكل في البيت أحلى 100 مرة من الأكل بره. على الأقل الواحد ياكل وهيشبع وعارف اللقمة دي يعني رايحة فين وجاية منين، وعارف إن واثق إن في نظافة. وأنا طبعا يا حبايب قلبي بحب أعمل أكل، وحيشتي تبقى دنيتي نظيفة حواليا، تبقى حيشتي نظيفة بصراحة. بوتاجازي نظيف، حلالي نظيفة، مطبخي نظيف ورايق. ليه بقى؟ عشان يا حبايبي الواحدة نفسها تتفتح كده. النظافة حلوة يا حبايبي، النظافة بتدخل الملائكة في البيت والله. النظافة جميلة والله العظيم زي ما بكلمكم. واللي وصل لحد هنا ما يبخلش عليا باللايك يا حبايبي. شايفاك يا اللي ما حطيتيش اللايك. طبعا يا حبايبي انا معلش زوري واجعني بسبب بردك ان انا يا حبايبي زي ما انتم شايفين ان انا بردك اللهم صل على سيدنا محمد بشوي ذره في الشارع. فالنار كلها والهب كله طالع عليا وعلى زوري. فربنا يعلم يعني بيا. طبعا يا حبايبي انا ديت بعمل التشه بتاعت الملوخيه يا حبايبي. التومه اللي دجيتها في الكيس يا حبايبي بصوا. الشاطره تغزل برجل حمار والله زي ما بكلمكم. الشاطره تعمل اي حاجه. فمش شرط يعني اني اجيب هون ومش عارفه الكلام ده. ربنا يدينا ان شاء الله. وهنجيب باذن الله كل حاجه كل حاجه باذن الله. بس يا حبايبي انا بوريكم ان الديش قال لكم اتصرفوا. يعني الديش قال اتصرفوا. فانا يا حبايبي الحمد لله اللهم لك الحمد. ما بغلبش في حاجه الحمد لله يعني. يعني ربنا بيبقى ساترها مع الواحد، وربنا يسترني ويستركم يا رب العالمين. وطبعا يا حبايب قلبي كنت بعمل التشه بتاعت الملوخيه يا حبايبي زي ما انتم شايفين. وطبعا كنت جايبه بردك كزبره يا حبايبي حطيتها عليهم يا حبايبي زي ما انتم شايفين اهو. انا خليت التومه يا حبايبي تدي تصفيره بس ما تحمرش قوي. وبعد كده رحت حطيت عليها يا حبايبي اللهم صل على سيدنا محمد الكزبره الناشفه. والله زي ما كان بس عايزه اقول لكم كان شويه اكل اللهم صل على النبي بصراحه. يعني اقول لكم بس يعني بصوا ابو مريم قال تسلم ايدك. جيت طبعا من الشغل طبعا اللي جينا عامله الاكل، وانا ما كنتش قايله له ان انا ان انا عامله يعني خليتها لهم فجاه. بس اهو زي ما انتم شايفين التشه يا حبايبي كده. ورحت قفلت الغطا على طول طبعا يا حبايبي عشان البخار ما يطلعش من الحله طبعا. وعايزه اقول لكم انا شويه ملوخيه حلوين قوي. وطبعا يا حبايبي رحت منزله منزله حله الوراك زي ما انتم شايفين. صليتوا على النبي يا حبايبي. ورحت يا حبايبي حطيت حبه فلفل اسمر كده وحبه ملح بس. ورحت عطيته تقليبه كده زي ما انتم شايفين. وخلاص يا حبايبي ورحت مولعه بقى طبعا دي كانت مكان التشه بتاعت التوم. انا دعكتها يا حبايبي بالسلكه ويا حبايبي وشطفتها حلوه دي يا حبايبي. قلت احط عشان ما عنديش الا هي طاسه واحده بس بعمل فيها البطاطس بعمل فيها كل حاجه. ان شاء الله ربنا يكرمني يا رب. واحده واحده هجيب كل حاجه باذن الله ان الله مع الصابرين. والواحده تمشي واحده واحده كده على قد حالها كده. ما يعني ما تتفشخرش جوه عشان برضك اللي معاه عيال. العيال بتبقى عايزه. ما يعني مثلا اللي يقعد يبحتر في القرش ده مش هيعرف بقيمة القرش غير بعدين. تمام. فطبعا احنا معانا عيال لازم نحافظ على القرش عشان خاطر عيالنا مش نبخل ومش نفرتك في نفس الوقت. يعني في نفس الوقت مش نبخل عليهم ومش نفرتك. وربنا يعني ما يحبش المتبذرين ولا برضك بيحب البخيل برضك. يعني ما نبقاش بخلة على عيالنا وبرضك لا بخلة ولا حتى نفرتك الفلوس. لازم يا حبايبي نبقى متعادلين يا حبايبي. ربنا يا رب يرزقكم يا رب برزق عيالكم ويرزقني يا رب برزق عيالي يا رب. وطبعا زي ما انتم شايفين قعدت احمر في الاكل اهو في الوراك. بس عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. كان شويه
اكل بسم الله ما شاء الله، يعني بصوا الحمد لله اللهم لك الحمد، فضل ونعمه من عند ربنا يديمها نعمه علينا يا رب، ويحفظها يا رب من الزوال يا رب العالمين، ويخليكوا ليا وما يحرمنيش منكم، ويبعد عنكم المرض يا رب ويستركم. والله انا عايزه اقول لاي حد ان الواحده تعيش وتعمر وتهدي سرها، وكده هتاكل وكده هتاكل، ربنا ما بيسيبش حد، ربنا كريم ورحمته واسعه. والله العظيم الواحده ملهاش الا بيتها وعيالها، محدش بينفع حد يا حبايبي، مفيش حد بينفع حد، ما ينفعكيش غير صحتك وعينك وحيلك، ما ينفعكيش بصي ما ينفعكيش غير صحتك، غير كده محدش بيقولك انت فين، كل اي حد بيبقى بتاع مصلحته يا حبايبي، يعني اللي بيبقى قريب منك ده بيبقى بتاع مصلحته. فانتوا يا حبايب قلبي خلي بالكم من نفسكم ومن قرشكم ومن فلوسكم ومن عيالكم ومن جوزكم، وانتوا معاكم عيال يا حبايبي، العيال لو عيالكم لسه صغيره هتكبر، وكل العيل ما يكبر يا حبايبي الهم بيكبر معاه طبعا، مش هنجيب عيل صغير زي ما شاء الله عريس وعروسه، صح ولا انا غلطانه يا حبايبي؟ والله يا حبايبي ربنا يعني يدينا رزقهم، ورزقهم واسع، والاطفال رزقها واسع، بس انا بقول لكم مفيش حد بينفع حد، وقت بعد الشر ما الواحد يجع ما يلاقيش حد يا حبايبي، لكن لما مثلا يجرى حاجه ما تلاقوش حد، في اللي هيقف وفي اللي هيسيب وهيطنش. فانا عايزه اقول لكم يا حبايبي مالكوش الا بيتكم وعيالكم، تحرصوا على قرشك وتخلي بالكم من نفسه، محدش بيدي حد حاجه ومحدش بينفع حد، واللي بيجرب يعني منكم بيبقى بتاع مصلحته، يعني بيبقى عايز مصلحه منكم. فانتوا يا حبايبي تخلي بالكم من نفسكم، وربنا يكفيكم شر ولاد الحرام يا رب، ويكفيكم شر اي حاجه وحشه يا رب العالمين. ايه رايكم يا حبايب قلبي في الاكل اللي وصل لحد ان يصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام؟ ربنا يا رب يجعلنا من امه محمد يا رب. ايه رايكم يا حبايبي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا حبايب قلبي.